اليوم غادي ندخلو رياض الزيتون القديم، وغادي ندخلو عرس مولاي موسى. هنايا خلينا على اليدنا اليمين او الخلف ديالنا ساحة القزادرية، على البجا ديال الفحل ديال رياض الزيتون القديم كانوا تيجلسوا العيالات تيبيعوا الذهب. الحمد لله الامور بدات ترجع تدريجيا هنايا في رياض الزيتون القديم بعد الازمه اللي مرينا بها اجمعين، وهي زنزال ديال الحزب. كنستغل الفرصة باش نشكركم على التفاعل ديالكم المستمر مع الفيديوهات اللي كنشر. هنايا طريق مسدودة، علاش؟ حيت في صابت بن داود كاين الانهيار وقع تماكن، وهاد صابت بن داود او صابت او درب الكندافي هي اللي كتربط بين رياض الزيتون القديم ورياض الزيتون الجديد، والتسمية كترجع لباشا مراكش عباس بن داود اللي كانت عنده واحد البنت غاية في الجمال اللي تزوجها احمد بن موسى الشرقي واللي معروف بأحمد، وهو اللي بنى قصر الباهية نسبة لزوجته الباهية بنت الباشا داود. هنايا للأسف كاين واحد المنزل اللي نهار كليا، وأبناء الحي هما اللي تيشطبوا وينقيو الدنيا، وهذا اللي على يدنا اليمين. الله يعوض المولاه. هنا حين كاين النساء قدامي تيشطبوا، ما خصنيش نبينهم. هنا تاع الشقوق، شحال مرة تنغلط تنقول بلا ما نخبي بيديا تا للدار المونتاج ندير البلو، ولكن باش نخلي حتى الناس على راحتهم ما يشوفوش الكاميرا باش ما يتنكروش. هاد القوس او هاد الفحل تخرجنا لعرس المعاش، ولكن انا غادي ندور باش نصور لكم رياض المخا. رياض المخا، هاد السبيطار رياض المخا هو اللي كنا ديما تنجي تنديرو فيه البلاكاي ديال الصدار، التحليلات ديال التافل او التنخيمه. هذا على اليسار هو رياض المخا، وهذا المستشفى كنا تندخلو من هذا الباب. دابا للاسف محال واش بقى خدام، هي كانت بقات خدامه فيه شي حاجه بسيطه. للأسف هذا المستشفى خصو يرجع للحياة ديالو ويستقبل الناس باش يتخفف الدرك على المستشفى الجامعي محمد السادس. واخا كاينين مستشفيات جاو القرب، ولكن من الافضل حتى هذا يتفتح. شكرا. هنايا قدامنا هو فين فين تتدربوا الطلبة اللي تقراو الترويض الطبي على حساب الدولة، ماشي على حساب البريفي.
حتى لهنا نكون غطيت هذا الفيديو، ونشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. وسمحوا لي عطلت عليكم هذا الفيديو. دابا لا رجعتوا رياض العروس غادي تلقاو الدنيا مقاده. دمتم سالما والسلام عليكم.